كما قال العاهل المغربي الملك محمد السادس في خطاب بمناسبة جلوسه على العرش، قال إن العلاقات بين المغرب والجزائر مستقرة وإنه يتطلع لأن تكون أفضل. وأضاف العاهل المغربي أنه يؤكد للجزائريين قيادة وشعبا أن المغرب لن يكون مصدر أي شر أو سوء، مشددا على الأهمية البالغة التي يوليها لروابط المحبة والصداقة والتبادل والتواصل بين الشعبين. خلال هذه الأشهر الأخيرة يتساءل العديد من الناس عن العلاقات بين المغرب والجزائر، وهي علاقات مستقرة تتطلع لأن تكون أفضل. وفي هذا الصدد نؤكد مرة أخرى لإخواننا الجزائريين قيادة وشعبا أن المغرب لن يكون أبدا مصدر أي شر أو سوء، وكذا الأهمية البالغة التي نوليها لروابط المحبة والصداقة والتبادل والتواصل بين شعبينا. ونسأل الله تعالى أن تعود الأمور إلى طبيعتها ويتم فتح الحدود بين بلدينا وشعبينا الجارين الشقيقين.